أنه لا يمكن أن توجد أذن صاغية لدى المرجعية، أنه على الأقل يحرمون مثلا سبب الطائفية هي العداء الموجود، يحرمون سب الخلفاء، ولا يوجد أي عالم في النجف أو في قم يحرم سب الخلفاء. وهو هذا السبب كراهية. يعني أنت شلون ما تقبل واحد يسب أئمتك وتأمر بالقتل الساب لأهل البيت؟ هم عندهم أئمة، هم عندهم أفضل الخلفاء أفضل من أهل البيت، عندهم عمر أفضل من علي، فشلون أنت تبيح لنفسك ولأتباعك سب ولعن أئمتهم وما تقبل واحد يسب أئمتك؟ يعني مو هو القاعدة الأخلاقية يسموها القاعدة الذهبية، كل المجتمعات البشرية تعترف بها، ولا يمكن إقامة أي مجتمع بشري بدون هذه القاعدة، وهي حب لأخيك ما تحب لنفسك واكره له ما تكره لها. هذه موجود في نهج البلاغة. مع الأسف هاي القاعدة الذهبية ما موجودة في القرآن، موجودة في نهج البلاغة. على كل، مع ذلك احنا نشوف علماء الشيعة لحد الآن ما صدر تحريم لسب الخلفاء اللي هو أساس الطائفي، أساس الكراهية، احتقان طائفي. بعد ذلك يقولون احنا اخواننا اهل السنة. شلون انت تقول اخواننا وتسب مقدساته، تسب عائشة، هم يعتبرون اشرف من جميع امهاتهم، ونزل القرآن في طهارتها، يعني رجال الدين. الحوزة ساكتة. هذه المصيبة الأعظم، الحوزة ساكتة عن دجل الوعاظ مثل المهاجر وأمثاله، ولا صدر أي نهي مثلا عن يابا شوية قليل خرافات، شوية لا تكذب على الناس، شوية لا تدجل على الناس. فضحونا قدام المذاهب الأخرى. صار الشيعة كذب، تقية، دجل، متعة وأمثال ذلك. هذا الشيعة صارت بعد أن كان الشيعة في قمة الإنسانية. إمامهم منه الحسين اللي يدعو إلى نصرة المظلومين، قيم إنسانية، قيم النزاهة. الإمام علي أمير المؤمنين عندنا في عدالته وفي نزاهته وفي زهده بالدنيا، زهده بالحكم. هذه قيم إنسانية عظيمة. شلون صارت الشيعة؟ شنو صاروا؟ ولا يوجد أي رد من المرجعية ومن الحوزة إلى مثل هؤلاء التوافه. المهاجر قلت الناطق الرسمي باسم الشيطان، هذه ماكو رد عليه، ماكو رد على ذاك ياسر، الشيخ ياسر لحد الآن من الحوزة أنه تهجم على عائشة، وهذا أغاظت مليار إنسان مسلم ضد الشيعة. واقعا أنا واحد يروح بمصر، إذا يروح بالسعودية يقول أنا شيعي، يستحي يخجل، لأنه ما خلوا فشي إنساني للشيعة. فأختم الكلام، أنا ما أحب الإطالة.